لو انت عارف اللعبة دي فاكيد هتفهمني لما اقولك 2 فوق 2 تحت شمال يمين شمال يمين اكس دايرة. اللي انا قلته ده شفرة كان لازم تعملها في لعبة ويننج 11 عشان تقدر تلعب بمنتخب العالم او منتخب اوروبا. بس تعرف ان الفرقتين دول لعبوا فعلا ماتش في الحقيقة؟ في ديسمبر 97 فيفا نظم مباراة استعراضية في فرنسا بين منتخب بيضم افضل لعيبة في اوروبا ومنتخب بيضم افضل لعيبة العالم. بس كان في شرط غريب شوية، وهو ان كل منتخب لازم يضم لاعب واحد فقط من كل دولة متأهلة لكأس العالم. وعشان كده القائمتين كان فيهم لعيبة مشهورة ولعيبة أقل شهرة بحيث يتم تمثيل ال 32 منتخب المتأهلين لكأس العالم. شركة كونامي عجبتها الفكرة وقررت إنها تنقلها للعبة بتاعتها، ولكن استغنت عن الشرط بتاع لاعب واحد من كل دولة متأهلة لكأس العالم. يعني عمرك تخيلت الظاهرة رونالدو وباتيستوتا الاتنين في نفس الفريق؟ أهو ده بالظبط اللي حصل في الماتش ده، وكل واحد فيهم سجل هدفين، ونجوم العالم كسبوا نجوم أوروبا 5-2. وزين الدين زيدان سجل لمنتخب أوروبا في الماتش ده، وكان معاه كلويفرت وهييرو كوستا كورتا وغيرهم كتير من نجوم أوروبا. قول لنا ذكرياتك مع اللعبة، وكنت بتحب تلعب بنجوم العالم ولا نجوم أوروبا؟